زملكاوي اوعى تنام. خدنا بن شرقي وخدنا امام، جملة يعني هتتردد من كل جماهير الاهلي يا جماعة. الصراحة الواحد مش عارف يوصف انبساطه ازاي، لان الصراحة يعني الادارة عملت اللي عليها. انتقدناها كتير، وانا بنفسي طلعت شتمت ناس وحاسبنت على ناس، ويعني لعنت في كل حد، لان انا كنت مخنوق جدا في الفترات اللي فاتت من اول خسارة السوبر الافريقي. لما خسرنا السوبر الافريقي من الزمالك، وكنا هنخسر السوبر المصري من الزمالك المرة التانية، لولا يعني ضربات الجزاء والحظ، وخلاص بقى كله شاف. وبعدها ماتش العين الحمد لله كسبناه، لكن كان باين ان الاداره كان مفيش صفقات يا جماعه، مفيش لعيبه، الناس عماله تتصاب واللعيبه بتروح مننا ومفيش تدعيمات. الحمد لله الاداره دعمت ببن شرقي. بن شرقي يا جماعه اعلى كواليتي، تاني اعلى كواليتي جت يعني في تاريخ الدوري، تالت اعلى كواليتي مع معلول مع كينو. الناس اللي فاكره كينو مع الناس دي، لا يا جماعه لعيب كده هادي كده رايق، عامل استشوار ما بيعرقش. انا ما بعرقش يا جماعه، انا ما بعرقش في الملعب، انا لعيب ستايلش، بمشي واحده واحده تك 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 واحطها في المقص، اعدي واحد على واحد، عندي حلول، اعرف اعدي، عندي مهاره، عندي مهاره تسديد، بلعب بدماغي حلو جدا. الراجل ده يا جماعه بيلعب بدماغه حلو قوي قوي، اللي فاكره مع الزمالك ولما راح الريان ولما راح الجزيره. لا يا جماعه بيلعب بدماغه حلو جدا، بيعرف يعدي واحد على واحد، يعرف يحط يشوط من بعيد. لا يعني بن شرقي مش عارف اتكلم عليه. يعني الراجل كان اصلا مع الزمالك كنت بحلم بيه، كان عامل لي رعب، هو وامام عاشور وزيزو وفتوح ساعتها كانوا عاملين لي رعب. الثلاثيه دي كانوا عاملين لي رعب ساعتها، او الرباعيه. فبن شرقي لا، انا مش هقدر اتكلم عليه، ده لعيب كواليتي كلاس ايه، يعني بالنسبه للدوري المصري ده كلاس ايه. ما شاء الله الحمد لله الاداره عرفت تتحرك صح. الاداره الصراحه شغاله من يوم 21 يناير تقريبا او 20، بدأنا نسمع اسماء. مبدئيا كده بدأنا بمصطفى العش، الحمد لله خلصناه. مدافع اشول، دي حاجه مميزه جدا ان مدافعين الشول في مصر بقوا قليلين جدا. مدافع اشول كوير، بيعرف يلعب على الكوره. عندك بيلعب كمان باك شمال، لعب قدام بيراميدز شوط تقريبا 45 دقيقه. لعب باك شمال على مصطفى فتحي، مصطفى فتحي اللي بيصنف من امهر اللعيبه الوينجات في مصر. يعني دلوقتي حاليا لو قلت لي الوينجات واكيد هتقول واحد منهم مصطفى فتحي، مع ابراهيم عادل بقى، مع ممكن الشحات اخر فتره لو ظبط نفسه، زيزو لما يكون في حالته، والخ الخ الخ. فانت عندك العش قدم شوط ممتاز جدا في اول مباراه ليه، كان جاي قبلها بيوم زي الصفقه التانية الجديده جلاديشار. اللعيب ده يا جماعه فاجئني، محدش يعرفه، هو من سلوفينيا، جاي من الدوري المجري. محدش يعرف الدوري المجري ده فيه مين اساسا، محدش يعرف سلوفينيا دي فيها مين. الراجل يا جماعه هو ما بيعرفش يتكلم حاجه، هو بيتكلم انجليزي بس، بيتكلم فرنساوي تقريبا. شفنا طاهر كان بيتكلم معاه فرنساوي، وسام بيتكلم معاه انجليزي، حمزه علاء بيتكلم معاه انجليزي، ما تعرفوش حاجه. ف فالتناغم وجاء اصلا قبلها بيوم. يعني احنا ماتش بيراميدز اتلعب يوم الاحد، هو مثلا لعبوا اول تمرين يوم السبت، هم جم الجمعه بالليل او السبت، ولعبوا التمرين اول يوم السبت وراحوا ماتش يوم الاحد. مفيش يعني، هم ملحقوش. فسبحان الله جلاديشار نزل لعب شوط كامل برضه، اللي نزل الشوط التاني معرفش صراحه كولر ما بداش بيه ليه، يعني الحمد لله لعب شوط لا يا جماعه مختلف. تحس محمد شريف يعني ينزل يسقط كده، يراوغ، يلعب بدماغه حلو، يديك واحده كعب كده ما شفناها. لا يعني لعيب مختلف. يعني ايه احلى حاجه ان انت عندك دلوقتي بقى عندك في خط الهجوم تنوع. وسام ابو علي المهاجم اللي يتحرك يخلص بدماغه، يشويط فاولات ما شاء الله متكامل، بنالتيات، كل اللي انت عايزه. جلاديشار اعتقد بيلعب ضربات جزاء حلو، ما شفتوش بس اعتقد هيبقى بيكون بيلعب ضربات جزاء حلو، بيلعب بدماغه حلو، هيبقى حل حتى لو بديل. يعني انا نفسي دلوقتي كولر يبدا بقى يلعب ب 4-4-2 على الاقل مثلا، بن شرقي يبقى شمال، والشحات يا جماعه عايز مش شحات مستوى، عايز الشحات يقدم لك مستوى، لعبه وينج يمين. الشحات يبقى وينج يمين، خصوصا انه 33 سنه يا جماعه دلوقتي، الشحات دلوقتي 33 سنه. فمفيش بقى الشحات بتاع العين الاماراتي بقى، النسخه بتاعت العين الاماراتي اللي هو يقعد يرقص لك 4 في 6 دول ويخش يحط، لا مفيش الكلام ده خلاص. عايز من حاجه مش شحات، لعب وينج يمين وخد منه اسيستات، باصات، رفعات، زي ما شفنا مثلا في النسخه بتاعت 2021 2022 بتاعت حمدي فتحي نهائي كاس مصر قدام بيراميدز. شفت الرفعه اللي قدامك دلوقتي الشحات اللي حمدي فتحي كانت جت ازاي في النهائي؟ شفت هي رفعات بتاعت شحات، حاجات الشحات. اسيست اللي عمله لامام عاشور في ماتش سموحه،
شايف الفيجن اللي عنده، هي الرؤيه، هي البساط. شويط لما بيكون في حالته بيمر بمستوى سيء، انا مقتنع وكنت بنتقده جامد جدا، بس لعبه يمين، عندك بن شرقي شمال، بن شرقي اللعيبه اللي هتعتمد عليه. وطبعا زي ما احنا عارفين تريزيجيه الصفقه يعني اللي ما خدتش حقها لسه، لان طبعا لسه هيجي في شهر 6 زي ما احنا عارفين قبل كاس العالم للانديه. يعني هو هيبدا مضى معانا 5 سنين بدايه من كاس العالم للانديه. هو الدوري القطري بيخلص في شهر 4، يريح يجي يتمرن مع الفرقه ويجهز. طبعا حمدي فتحي بس حمدي فتحي هيلعب 3 ماتشات بس. فبالنسبه لصفقه حمدي فتحي انا شايفها ملهاش لازمه او ملهاش مبرر، يعني ملهاش فايده او قيمه، لان انت جايبه 3 ماتشات كاس عالم. يعني برضو خلينا متفقين، طبعا اكيد بتمنى ان الاهلي يكسب اساسا البطوله يعني، بس لو هنتكلم في الواقع انت اخرك يعني في طبعا النظام الجديد الصعب بالنسبه لنا ده، هتروح دور 16 لو ربنا كرمك، لان انت معاك انتر ميامي فيها ميسي وفيها لعيبه كتيره وقلبه وبوسكيتس والشله دي، ولسه هيدعموا اكيد، في كلام دي بروين وفي كلام كده حاجات كتيره اكيد هيدعموا، يعني مع البطوله في بلدهم. واساسا اكيد الفيفا هتبقى عايزه ميسي يعدي، لان يعني كل ما ميسي يعدي اكتر البطوله هتزيد اهتمام او اهميه. فانت عندك هيدعموا بالميراس، فرقه قويه جدا عارفينها كتير جدا، فرقه دعمت كتير هتدعم ولسه ودعمت. عندك بورتو، فانت هتجيبه مثلا قول يا سيدي 4 ماتشات او 3، لازمتها يا تجيبه خلاص. يعني ايه حمدي فتحي اساسا من ساعه ما مشي من الاهلي وراح الوكره مستواه وقع يا جماعه، مستواه وقع جامد. انا طبعا مش بتابع الدوري القطري، بس لما كنت بشوفه معانا مثلا في منتخب مصر، لا مش ده حمدي فتحي اللي كان مع كولر، اللي هو الرقم ال8 اللي بيزيد او اللي بيدافع حتى، مهزوز، مش حمدي فتحي. فانت هتجيبه 3 ماتشات. طيب اولا هل كولر اساسا محتاجه؟ يعني هل انت تلعب بيه اساسي؟ ما انت جايبه 3 ماتشات بس، ده اللي هو ايه يعني ما فيش اصلا. فانت جايبه 3 ماتشات، هل كولر هيلعب بيه؟ ولا هيلعب بيه في كاس العالم؟ يعني انت مثلا يبقى عندك وينج يمين وعندك بن شرقي شمال، ومثلا تريزيجيه يلعب 8 وجنبه امام عاشور مثلا وتحت مروان عطيه. لو قلنا ان تريزيجيه يلعب 8 يعني حمدي فتحي هيجي دكه، طب ليه؟ ايه لازمتها؟ وفي كلام بيقولوا ان عبد المنعم هيجي برضه في كاس العالم، بس لا يا باشا هجيب عبد المنعم اما ان انا مخليه هناك احسن في نيس، يعني يحترف بلاش يرجع. لو هتجيبه هاتوا بقى 4 سنين 5 سنين، هاتوا بقى يعني هاتوا عقد كامل محترم، مش تجيبوا لي ماتشين و3 يا جماعه، احنا مش يعني مش بنجرب اللعيبه. فانت كده عندك لحد دلوقتي مصطفى العش اتكلمنا عليه، جلاديشار اتكلمنا عليه، تريزيجيه اللي لسه هيجي في شهر 6 صفقه محترمه جدا، ممكن تكون اعلى كمان من بن شرقي 5 سنين، يعني تريزيجيه انا بحلم بيه من زمان. وعندك اشرف بن شرقي واحمد رضا، ده لعيب كده نص ملعب يا جماعه، بيلعب 6 وبيلعب 8، حاجه زي مروان عطيه ان شاء الله في المستقبل. كان جاي من بيدروجيت، صغير في السن، فده ان شاء الله يعني يبقى حاجه مروان عطيه جديد، كل يقدر يطور منه زي ما طور من مروان عطيه، ونشوف مروان عطيه جديد يا جماعه او حاجه احسن كمان. فانت كده عندك 5 صفقات، 5 صفقات يعني دلوقتي حاليا 4، لسه الخامسه دي اللي هي تريزيجيه لسه هيجي في شهر 6. فانت لحد دلوقتي انا شايف ان مثلا الاداره يعني خطت 85% او 90% من الميركاتو بصراحه. احنا حقنا لازم بقى نشيد بمحمود الخطيب، عمنا اقسم بالله يعني 110/10، نشيد بالاداره، نشيد بالناس يا جماعه اشتغلت. الناس احنا انتقدناهم كتير جدا والحمد لله النقد جاب فايده، احنا ما كناش بننتقدهم اللي هو احنا بنرخم او احنا بنشتم وخلاص، لا احنا خايفين على النادي لان احنا بنشجع ده، احنا بنشجع ده، مش بنشجع افراد، مش بنشجع لعيب جوه النادي، احنا بنشجع ده، النادي ده، سواء بقى بتلعب بناشئين بتلعب بمسنين، انت هتشجع النادي ده. فاحنا ما بنشجعش افراد، احنا بنشجع اداره، بنشجع منظومه كامله. فاحنا كنا بننتقد عشان عايزين نشوف النادي باحسن شكل. انا مش عايز اشوف النادي بتاعي بيخسر، مش عايز اشوف النادي بتاعي مثلا بيعمل عليه انتر كونتيننتال افريقيا دوري في ملعكه. فالحمد لله الاداره اشتغلت ولسه شغاله، وانا سامع كلام نار، كلام نار وكلام تقيل جاي لك فيه حاجتين لو حصلوا يا جماعه تبقى بوم بوم بوم، ضرب نار يا جماعه، ضرب نار حصري يعني. خلينا نشوف هنتكلم قدام. فانت الصفقات محترمه جدا، انا شايفها صفقات ممتازه، قدرت تغطي كل اللي انت كنت محتاجه وكل اللي كان ناقصك. لعيب زي بن شرقي ده يا جماعه يعني ضحى عشان يجيلنا عامه، ضحى. هتقولي ضحى ازاي وانت بتهبل وبتاع؟ لا ما بهبلش. بن شرقي دلوقتي يا جماعه كان فين؟ في الريان القطري. كلنا عارفين القطر، السعوديه، الامارات، الدوريات دي بتقبض اللعيبه يعني كنوز ذهب من الاخر.
فانت واحد كنت بتلعب في الريان وبتلعب اساسي ومعاك تريزيجيه هناك، يعني سبحان الله تريزيجيه كان بيلعب معاه هناك هيجي معاه يلعب معاه هنا، حاجه فل يا باشا فل. وبتاخد مرتب مش عارف كام مليون ولا كام دولار، ما اعرفش ارقام، بس ارقام طبعا خزعبليه، كلنا عارفين ان السعوديه وقطر والامارات بيدوا مرتبات عامله ازاي. فانت سبت وخليتهم يفسخوا عقدك وبيقولوا ان هو دفع شرط جزائي من جيبه، مش عارف 400,000 دولار حاجه كده من جيبه عشان يفسخ العقد ويجي الاهلي. يعني انت متخيل لعيب زي ده ضحى قد ايه؟ شارينا قد ايه؟ المفروض نشتريه. انت شارينا واحنا هنشتريك خلاص، احنا هنشيلك فوق راسنا، انت شاري النادي. انت واحد دلوقتي بتنزل عن ملايين بتاخدها، هتاخد تقريبا اقل من نص راتبك في الاهلي هنا. انت عارفين الاهلي مش بيدي الرواتب اكيد زي قطر والسعوديه والحاجات دي. ويعني فانت شارينا. هو قال لك يا جماعه، يعني كان حتى ابراهيم فايق وشوبير طلعوا قال لك اللعيب هيموت على الاهلي، هو هيتجنن على الاهلي، هو عايز يجي. هو يا جماعه الراجل عارف هيجي يلعب كاس عالم انديه، هيتشاف اكتر، هياخد افريقيا، هيلعب، هيشارك، هياخد، هيشوف بقى عز بقى، يشوف بقى النادي اللي بجد بقى، نادي قرن بجد. تقولي بقى قلعه بيضاء ولا قلعه حمراء ولا قلعه صفراء، النادي اللي بجد. فالراجل لا، ما هو يعني لعيب كبير. سيبك بقى انه كان جاي بقى، كان بيلعب بقى في الزمالك من 2021 والكلام ده، وانه يجي متاثر زي امام شويه. يعني خلينا ما ننكرش ان امام ممكن يكون كان في الاول او لحد دلوقتي متاثر، يعني في الاول كان متاثر قوي، دلوقتي ممكن متاثر شويه. لكن ده لعيب محترف، ده لعيب ما قالكش انا من صغري زملكاوي ولا مش عارف ايه. طلع قال انا بحب وبعمل وهرجع بيتي تاني والكلام ده. طبعا يعني دي بيزنس يا جماعه، الكوره بيزنس زي ما قلنا قبل كده. انا هشوف انا ايه اللي مصلحتي وهعمله من الاخر يعني. فبن شرقي هتبقى صفقه ضرب نار، يعني دي من الصفقات اللي لحد احنا بنحبها. يعني انا بموت في صفقات اللي بتيجي من الزمالك دي الصراحه. نادي الزمالك يا جماعه، نفس الجماهير تفهم، والله العظيم ما حد باقي للنادي الزمالك ده او اي نادي عموما يعني، بس الزمالك بالذات غير جمهور. يعني انت شيكابالا اسطورتك اللي انت عامله اسطوره كان ماضي معانا، سيبك بقى انه لعب تمرينه ومشي والكلام ده، ماضي معانا. زيزو بيقول لك في احتمال انه جاي في شهر 6، يعني سامع كلام ما اعرفش، ممكن تعرفش ازمته دي. بيقول لك مش عارفين يجدد له، طالب مش عارف 200 مليون جنيه ولا 100 مليون جنيه، ارقام كده يعني. ده يعني على كده يعني امام عاشور ياخد مليار جنيه بقى في ايده ولا ايه؟ ف فارقام كده خزعبليه بنسمعها. انت ما تعرفش زيزو قاعد ولا لا. انت عندك كميه لعيبه كانت عندك شارياك وسايباك. فانت ما حدش باقي لك يا زمالك غير جمهورك، واي نادي كده كده، بس الزمالك بالاخص، لان الزمالك يا جماعه يعني مش هقول للاسف، هو ده الواقع. الاهلي معلم عليه، الاهلي مديله قلم على وشه، الاهلي فشخه من الاخر. كهربا، ياسر ابراهيم، عمر كمال، بن شرقي، امام عاشور، يعني وحاجات بقى حاجات بقى بتاعت زمان. فانت الدنيا معاك ضرب نار، يعني انت معلم على النادي. خش على الخبرين المهمين اللي يا رب لو حققوا يبقوا جامدين. اول حاجه ديريك كوتيسا، ده يا جماعه وينجر، بيلعب وينج يمين، بيلعب وينج شمال في نادي سيرفت السويسري. هو سويسري، بيلعب في الدوري السويسري. وبالمناسبه المدرب بتاعه في النادي اللي هو سيرفت ده فايلر، ريني فايلر، اللي كان طبعا مدرب الاهلي اكيد الناس عارفاه. وكان في كلام طلع من يومين ان فايلر مش عايز يسيب اللعيب لانه مقتنع بيه جدا، لانه يعتبر اهم لعيب في الفرقه وبتاع. بيقول لك في كلام من دينو لامبارتي، الوكيل بتاع كولر نفسه، مع الناس اللي عندنا في السكاوتنج تيم، بيحاولوا ان هم يقنعوا لجنه التعاقدات، يقنعوا الاداره وفايلر ان هم يسيبوا اللاعب. وسمعت الكلام ان 90% او 95% الراجل ده معانا يا جماعه في الاهلي، اللي هو كوتيسا ده. الراجل ده يا جماعه وينجر تقريبا 27 سنه او حاجه زي كده، 28 سنه. لا يا جماعه الوينجر ده والله لو جه تقريبا ان شاء الله، يعني محدش يعرف برضو حاجه، مش هيقل حاجه عن كينو تقريبا، او ممكن يكون اعلى منه كمان. لا الراجل ده يا جماعه سفاح بجد، سريع جدا، مهاري جدا، بيشوط على الجون على طول، بيروح على الجون على طول. سيبك بقى من ميكيسوني، تو اداك موسم ما كانش فعال، بس سيبك بقى من الاسماء دي. حاجه كينو، حاجه بن شرقي، حاجه اللي هي الوينجات بقى اللي بجد. ده لو جه هيبقى نقله في الدوري المصري كله اصلا، مش في الاهلي بس. ده اتمنى لو خلص، ده انت هيبقى عندك المنى كله، يعني كوتيسا على اليمين، بن شرقي شمال، تريزيجيه مثلا في نص 8 او 10 مع امام، وسام ابو علي قدام، ومعاك كمان جلاديشار. انت مأمن الدنيا، يعني انت خلاص، انت كده وصلت العالميه. يعني انت معاك فرقه، يعني وسام ابو علي دلوقتي اكتر واحد اكيد سعيد في الحياه. وسام ابو علي هيتخدم عليه من بن شرقي، من تريزيجيه، من امام، ولو كوتيسا جه، ولو دعمت مش عارف بمين. لا يعني فالنادي الحمد لله بدأ يفوق. خبر التاني، علي معلول يا جماعه، سمعنا
بيقولوا انا معرفش ان احتمال يتأيد مصري وفي راجل اعمال هيتدخل وفي حوارات كده، مفيش حاجه اكيده، دي كلها كلام بنسمعه وبنشوفه. بس ما اعتقدش، انا كان توفيق انا ما اعتقدش ان هو هيحصل. بس خلينا نقول لو ما عرفتش تخلص في كوتيسا، طبعا دي فرصه مجانيه لان هو باقي في عقده 6 شهور زي بن شرقي، فانت هتجيبه بفري، تديله بس مرتبه، انت هتجيبه بفري 6 شهور. دي فرصه هي بلاش. الراجل ده يا جماعه الوينجر ده يعني هيفيدنا بكل المقاييس. لو لا قدر الله ما عرفناش نجيبه، ايد لي علي معلول. طيب ما انت ما تضيعش عليه اجنبي، ايده، اديله سنه يا عم تكريم، لعبه معاك دكه، شوف عايز تلعبه مع كريم الدبيس. طبعا عارفين يحيى عطية الله اتصاب كتير وهيرجع على شهر 4، وعقبال لما يفوق ويرجع مستواه يبقى شهر 5، هيبقى اصلا العقد بتاعه خلص وفي كاس العالم انديه تقريبا هيمشي. في كلام تقريبا ان هيجيبه بنتايج، سمعت كلام كده، مش عارف هيسيب الزمالك، ساب الزمالك هيروح فين ويرجع منين، في حوارات كتير، في نوش كتير. فانت قايل لي معلول لو مش هتعرف تجيب كوتيسا، لو طبعا الاولويه بالنسبه لي كوتيسا، سيبك من العاطفه، طبعا كلنا عارفين ان علي معلول اسطوره، بس انا هاممني زي ما قلت لكم، انا مش بشجع افراد، انا بشجع النادي، انا فريق للنادي. اهم لي دلوقتي كوتيسا كده كده انا هيفيدني فنيا. فخلينا نشوف ده بس كان كل اللي عايز اقوله بالصفقات. بصفقه بن شرقي اللي 100% صفقه في الجون، صفقه يعني اي اهلاوي بيحلم بيها. طبعا هي متاخره سنتين بس الحمد لله، يعني محدش كان لاقي. راجل 30 سنة، مش ولا كبير ولا صغير، هو في سن الخبرة، يعني سن محترم، يديك مثلا 3 4 سنين. هو بيقولوا ان عقده يا 2.5 سنين يا 3، فده حلو جدا. فبإذن الله تبقى بداية مشرقة بالتفاؤل. وبن شرقي يعني أهلاوي. معليش يا كابتن، معليش اه معليش يا ما كابتن، معلش. سامحنا. حاول تفهم شوية، حاول تفهم.